السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن تلاميذ في العالم، صلوا على رسول الله. الآباء الأمهات، هذا فيديو سبيسيال، فيديو ماشي عادي، فيديو اللي غادي نهضر فيه على العروض ديال أستاذي معي. بعض الرسائل باقي تتوصل بزاف ديال الناس، سواء يوتيوب سواء في الانستغرام سواء حتى في الواتساب ديال التسجيل ديالنا في المنصة، باقي تيسولوا على طريقة العمل ديال العرض. بزاف الناس كيبغيو يتسجلوا ما تعرفوش كيفاش كنخدموا، وانا عارف بانني مقصر في هذا الجانب. ربما دير شي فيديو واحد ولا جوج في القناة اللي شارح لكم فيها العروض ديال أستاذي معي في مدرسة ريدياس. هذا فيديو غيكون طويل، غيكون مفصل بالتدقيق الدقيقه، نشرح لكم كل شيء. الشباب الله يجزيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو راه ما يمكنش يبقى عنده شي استفسار واحد اخر. ما غنخلي حتى شي حاجه بلي ديتاي كيفاش كنخدموا في العرض، التخصص ديالنا، البرنامج، منصه وانتيس شنو علاقتها بينا، هادشي كامل غنديطاييه. احسن تلاميذ في العالم. مزيان. اول حاجه غنبدا بها استاذي معي، شنو هو التخصص ديالنا؟ التخصص ديالنا ماده الرياضيات. الاولى المستويات اللي كنقريو حاليا من السابعه حتى الاولى بكالوريا. مزيان اوكي. واش غنزيدوا الثانيه بكالوريا، واش غنزيدوا المدارس العليا؟ ما نقدرش نجاوب عليها دابا. شوفوا التاريخ ديال هذا الفيديو كنهضر معكم حاليا الشباب من السابعه حتى الاولى بكالوريا. اولى بكالوريا ما فيها سيونس مات، عندنا جميع الشعب الا سيونس مات. انا غنشرح لكم كل شيء الشباب اوكي. الحاجه الثالثه منصه وانتيس، كنخدموا في المنصه، يعني حنا ما تنخدموش في واتساب او انستغرام او فيسبوك او تنديروا لايفات في مواقع التواصل باش نخدموا العرض. لا، عندنا منصه ديالنا اللي هي منظمه، اللي كيكون فيها الدروس مرتبين محطوطين، كيكون لاكسي عند التلميذ 24 ساعه بوغ 7 جوغ طيله الاسبوع باش يدخل الحساب ديالو. غنشرح لكم هذا الشيء ويلقى دروسه الى غير ذلك. مزيان. شوف غندير الشرح واعاده الشرح حتى في هذا الفيديو. اذا اول حاجه الله يرضي عليكم التخصص ديالنا الماط. ثاني حاجه المستوى اللي كنقريو من السابعه حتى الاولى باك الا سيونس مات، ومستقبلا نهضروا على الثانيه باك ومدارس العليا. ثالث حاجه باذن الله عز وجل كنخدموا في منصه وانتيس. مزيان. دابا السؤال، استاذ كيفاش كدوز السيمانه في العرض؟ يعني البرنامج ديال العرض كيفاش كيكون؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال نقول لكم بعدا واحد الحاجه. حنا في استاذي معي تخصصنا هو الماط، وكنقدموا جوج برامج، كاين الدعم الجماعي وكاين الدعم الاضافي. شنو الفرق بيناتهم كذا غنشرحه اوكي. بدايه خذ من عندي هذه الفكره، هادشي كامل اللي غنهضر عليه كاين في الدعم الجماعي وكاين حتى في الدعم الاضافي، مي كاين واحد الفرق. الدعم الاضافي فيه واحد جوج ديال الميزات ما كاينينش في الدعم الجماعي، كيبغيوهم الناس حنا كنديروهم في الدعم الاضافي، غنزيدوهم حتى الاخر ونشرح لهم ونهضر عليهم. يعني هادشي كامل اللي غتسمع دابا راه كاين في الدعم الجماعي وكاين الدعم الاضافي. مزيان. دابا نرجع للسؤال ديال كيفاش كدوز السيمانه في العرض، يعني الطريقه ديال العمل كيفاش كتكون في السيمانه. اول حاجه غنبدا بها هو الحساب ديال التلميذ. كل تلميذ مسجل في العرض كيكون عنده واحد الحساب في المنصه ديالنا وانتيس. هذا الحساب هذا كيضم جميع الدروس ديالو مرتبه بيان ديتايي، بالحصص ديالها، بالتمارين ديالها، بلي كوريكسيون ديالها، بلي زابليكاسيون، بلي كونترول. هادشي كله تيكون منظم، والتلميذ كيف ما قلت كيكون عنده لاكسي باش يدخل لهاد الدروس ديالو وقت ما بغى، في اي وقت احتاج شي درس كيدخل تيلقاه منظم. يعني ما كيبقاش يتسنى الاستاذ عاد باش ينوض يدير له لايف او عادي يصايب له فيديو او عادي يدير له وتيكون هو متاخر وعنده امتحانات الى غير ذلك. اذا هذه رقم واحد هي الحساب ديال التلميذ. هذا الحساب ديال التلميذ شنو تيلقى فيه؟ تيلقى فيه الدروس محطوطين مرتبين منظمين، وملي كتفتح كل درس كتلقى غادي بواحد النظام من السابعه حتى للسانكيام. اما الاولى باك عندهم حاجه اخرى، عندهم الفيديوهات العملاقه غنهضر عليها بوحدها. كل درس الا فتحتيه كتلقى غادي بواحد النظام اللي سميتو الاس اس سي. شنو كتعني هاد الاس اس سي؟ كتعني سيرفيس سيري كونترول. غنبدا نشرح لكم كل حاجه. سيرفيس شنو تنقصدوا بها؟ دابا حنا الدرس ما كنسميوش سيونس 1 سيونس 2 سيونس 3 كنسميوه سيرفيس 1 سيرفيس 2. غتقول لي راه بحال سيونس بحال سيرفيس. سيونس غيكون فيه فيديو مسجل مشروح بيان ديتايي، وسيرفيس نفس الحاجه. لا ماشي نفس الحاجه. سيونس كتعني فيديو حصه، سيرفيس كتعني الفيديو زائد البي دي اف ديال التمارين ديال دوك الحصه. حيت دابا انت ملي غتشوف الفيديو غتفهم شنو خصك دير، غتخدم التمارين فوالا، كتلقى هذاك الشيء محطوط في الحساب ديالك، ثم كتلقى لا كوريكسيون. اذا السيرفيس كتكون من ثلاثه العناصر، سيونس بلس بي دي اف بلس لا كوريكسيون باغ فيديو. اذا هاد التروا لي زيليمون هما اللي كيكونوا شي حاجه سميتها سيرفيس. بطبيعه الحال كل درس عنده سيرفيس ديالو 1 سيرفيس 2 سيرفيس 3 سيرفيس 4 على حساب. كاين الدرس اللي يكون فيه 3 السيرفيسات، كاين الدرس اللي يكون فيه 4 السيرفيسات. هاد المرحله الاولى ديال السيرفيس شنو كتعطي للتلميذ؟ كتعطي للتلميذ الفهم ديال الدرس. انت دابا كتشوف الفيديوهات مسجلين منظمين محطوطين في الحساب ديالك، كتسالي كتخدم التمارين ديالهم، ابخي تدير لا كوريكسيون. هنا كتكون بديتي كتفهم الدرس، بطبيعه الحال ما غتكونش ضبطتي الدرس، غدوز معايا. الحاجه الثانيه قلنا سيرفيس سيري، كل درس عنده سيري طويله شامله على الدرس كتخدمها، وملي كتخدمها
كتهبط كتلقى عاوتاني فيديوهات ديال تصحيح. هادشي كله ماشي انا كنبقى نصيفط لك في الواتساب وغتبقى تسناني تنصايب لك، لا، كلشي محطوط في المنصه ديالك وانتيس، في الحساب ديالك ديال وانتيس. ابخي سيرفيس سيري، ابخي تنوزو لو كونترول، لو كونترول تلقاهم نتوما في الحساب ديالك بعد ما تدير 3 ديال الدروس، تتكمل 3 الدروس كيتسناوك 3 ديال الامتحانات كتخدمهم، عاوتاني كتلقى فيديوهات ديال التصحيح. لاحظ معايا بان الاس اس تي شنو كتعطيك الفهم الشامل ديال الدرس، كتعطيك التدريب من خلال السيري، وكتعطيك كذلك الاختبارات الامتحانات اللي كيتسناوك. واش فقط هادشي اللي كاين في العرض؟ وان كان هادشي راه كافي. كنهضر معاك وعارف اش كنقول، لان هذا النظام دابا راه الحمد لله بفضل الله عز وجل ولا مشهور في المغرب، والاف التلاميذ خدموا به، واللي منهم خدا الباك، واللي منهم دابا في المدارس العليا، وتنحمدوا الله عز وجل. وكاين منهم اللي تيقرا معنا خارج المغرب. وغندوز حتى واحد الاوديو في هذا الفيديو مهم جدا انكم تسمعوه، ديال واحد السيده اللي هي خارج المغرب، بعد ما خديت الاذن ديالها وقالت لي استاذ بارطاجي، لان هذه شهاده ديال واحد الانسانه اللي الا سمعتوا ليها بلا ما نهضر انا، خليكم تسمعوا ليها باش تعرفوا التحدي اللي رفعات هذه المراه هذه. وشابو ليها. وبغيت اي واحد يسمع لهذا الاوديو يسجل نقاط ويستافد منه مزيان. السلام عليكم استاذ، كي داير؟ لاباس عليك؟ مزيان، نتمنى تكون بخير وعلى خير. صراحه استاذ، هذا الاوديو كنت باغا نديرو من شحال هادي، وجا اليوم الوقت باش انني نشكرك واحد الشكر اللي كبير بزاف بزاف. غير باش نشرح ليك، انا راه اولا من المتتبعات ديالك اللي من شحال هادي في القناه، وقررت باش انني ناخذ البروغرام وانتيس ديالك. لان غير باش نشرح لك، انا عندي 29 عام، وام ديال جوج ديال لي بيبي، يعني ماشي سهل. وقررت انني نرجع للدراسه ديالي، قررت انني ندوز الكونكور ديال الطب. ايوا، وملي بغيت انني نوجد لقيت باللي، حيت انا ديت الباك ديالي في 2016، يعني من 2016 ما قريت حتى شي حاجه. وقلت هذا العام هذا يعني غادي نعطي راسي الوقت باش انني ندخل لا فوالا نوجد الكونكور ديالي. والصراحه استاذ، اش غادي نقول لك، يعني بالنسبه لوحده اللي 10 سنين ما قرات وخديت من عندك البروغرام، انا راه تقيدت في البروغرام ديال الجهوي والبروغرام ديال الترونكوما، يعني خديت لي دو بروغرام باش هكا يكون عندي فريمون نبدا من لاباز ديال لاباز. كنت كنتخيل راسي بحال باقا ما عمرني قفلت شي حاجه في الماط. واش غادي نقول لك يا استاذ، راه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللي عجبني فيك هو انك كتمشي لدوك النقط اللي عارف باللي راه غادي نديرو فيهم اغلاط، وكتحكر على كل حاجه. وتا داك تاع الاس اس سي، يعني عندك واحد لا ميثودولوجي، راه ما بقاتش غير ان بنادم انه يقري، راه لا ميثود تاع القرايه هي اهم حاجه. راه كتلقى بالمرات شي استاذ راه غير فاهم، ولكن باش انه يوصل لك الفهم ديالو ما كيعرفش يوصل الفهم. وهذه هي اهم حاجه، هي انك انت كتعرف بحال كنتخيلك كتدخل الدماغ ديالنا وكتقرا داك الدماغ، وكتحاول انك تحلل لينا الدماغ ديالنا باش توصل لينا ديك المفهومه. وصراحه استاذ، ما شي يا ريت عرفتي ما كرهتش نتلاقى معاك ونشكرك واحد الشكر، لان عرفتي راه النيفو ديالي اللي ولا في الماط، راه اش غادي نقول لك. ولكن تاني انا انسانه اللي مواظبه، ما نكذبش، يعني راه واخا ما كنمشيش للمدرسه وهذه، ولكن دايره واحد البروغرام كنتبع جميع النصائح ديالك. يعني ملي كندخل في البيسي، واخا الفيديو ما عرفت شحال كيكون فيه من ساعه، كننظم الوقت ديالي وكل شيء، يعني عاطيه لراسي لواحد لوبجيكتيف. راه ماشي يعني النيفو الصراحه معاون الناس انت بزاف، ولكن حتى المواظبه حتى هي مهمه 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 بزاف. راه كنت كنحس غير واحد السيمانه ما كنراجعش، كنحس براسي صافي نسيت كل شيء. واستاذ، ما كرهتش هذا الاوديو نزيد نطول فيه غير باش نشكرك، لانك كتستاهل. عرفتي شنو هي كتستاهل اكثر واكثر. عرفتي كيكونوا فحال الاساتذه ديالك فحالك انت، يكونوا عند جميع التلاميذ اللي في المغرب، ترى نوليو نابغات في العالم. وفوالا. وغير باش تكون عارف، انا راه متتبعه ديالتك من بلجيكا، يعني راه خارج المغرب. والصراحه راه اش غادي نقول لك يا استاذ، راه كنبقى نبارطاجيك شي، كنبقى نبارطاجيك لدرجه شي وحق الله. انا عندي وليداتي راه باقيين صغار، انا عندي ولادي يلاه بنتي عندها عام و8 شهور، وولدي عنده 8 شهور. وكنقول ان شاء الله ملي غيولي هما عندهم واحد المشكل تاع الماط، والله الا كنقول ماشي مشكل، غادي نقيدهم في البروغرام ديال وانتيس. وحق الله، يعني لدرجه وليت انا صافي اقتنعت، وكنتخيل ولادي
ان شاء الله نقيدهم عندك تالمو عارفه باللي راك كتمشي من لي باز لي باز لي باز. فوالا استاذ، بدون مجامله وبدون ما انني نطول، راه الاوديو راه فيه 3 تاع الدقائق، ولكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والصراحه انا من لي فان ديالك اولا قبل ما انني من التلميذات ديالك، لان ما شاء الله عليك صراحه الصراحه اللهم بارك. ونتمنى استاذ تبقى ديما هكا كتبارطاجي معنا، وان شاء الله دير لينا تا الثانيه باك ان شاء الله العام الجاي، باش هكا يكونوا جميع الدروس. شكرا استاذ والله الصراحه. فوالا شكرا، من غير هادشي ما عندي ما غادي نرجعوا نقول اكثر. اذا سيرفيس سيري كونترول. واش هادشي فقط اللي كاين استاذ في العرض؟ لا ماشي هادشي اللي كاين في العرض. سيرفيس سيري كونترول. ابخي عندنا لي زابليكاسيون، كل دارس كيكون عندهم لي زابليكاسيون ملي تمارين صغيورين تكونوا شويه صعاب كتخدموا عاوتاني عندك التصحيح ديالهم. ثم عندنا فيديو بروف، هي واحد الفيديوهات قصيره، هي مكتبه ديال الفيديوهات قصيورين، دقيقه دقيقه ونص، كيهضروا على لا باز. يعني شحال من تلميذ مثلا قواعد نسى عليهم لا باز ديال العام اللي فات، ديال اول العام اللي فات، ديما كنعاود نذكرهم. فيديوهات قصار كيتعطاو لك وتتفرج فيهم. شوف معايا، سيرفيس سيري كونترول لي زابليكاسيون فيديو بروف، هاد الشرح واعاده الشرح، هاد الشيء كله كاين في العرض. دابا غنهضر على الجروب ديال العرض اللي تنكون فيه انا مع التلاميذ. هذا عندي واحد الالتزام بطبيعه الحال مع التلاميذ، سمعوني مزيان. المواعيد ديالو عندك الاثنين والخميس، كنجي مع السبعه الجروب، الاثنين والخميس. شنو كندير؟ كنعطي الواجب للتلاميذ. كيفاش استاذ الواجب؟ ياك الدروس عندنا في الحساب ديالنا، ياك السيرفيس تما، السيري تما، لي كونترول تما، لي زابليكاسيون، شمن واجب غتعطينا؟ حنا كلشي عندنا في الحساب ديالنا. لا، واخا كلشي كاين في الحساب، انا كنجي للجروب كنعاود ندير غابيل وكنعاود نوجه وتنقول للتلاميذ، لان التلاميذ خص لي يقيديهم دائما. ها شنو خصك تخدم، ها شنو ما خصكش تخدم، ها شنو خصك دير دابا الى غير ذلك. تقول لي ولكن انا مثلا ندخل الدرس رقم 3 وانت في الجروب استاذ تقول لنا خدموا الدرس رقم 2، وشنو غندير استاذ ديك الساعه؟ هذه سؤال زوين. علاش عندك لاكسي 24 ساعه؟ الدرس رقم 3 غتلقاه حاطولك في الحساب، ولا ما كنتش حاطوك في الحساب غادي نوض وغادي نحطو لك سير بلاص. علاش؟ لان ما خصنيش نخليك تتساين، وما يمكنش انت عندك فرض وانت عندك في الدرس 3 وتقول لي استاذ في الجروب راه عطيتينا الدرس 2. داكشي علاش حنا ما تنخدموش بلايفات وغندخلوا كاملين غنخدموا هذا الدرس وتلميذ عنده درس واحد اخر. لذلك تنخدموا فيديوهات مسجله منظمه بالشرح واعاده الشرح كيف ما كتعرفوا استاذي معي. ولكن انا كنجي الاثنين والخميس باش نذكرك بالواجب. داك الواجب الا كان مناسبك غتخدمه، كما مناسبكش غتدخل الحساب ديالك وغتخدم داك الشيء اللي مناسبك. اذا مع السبعه هذا موعد قار، الاثنين والخميس كنصيفط فيه الواجب في المجموعه، والثلاث والجمعه يعني داكشي ديال الاثنين اللي كنصيفطو وراه كاين في الحساب ديالك تنعاود نصيفطو. ثلاث كنحط التصحيح، وهذاك التصحيح راه كاين في الحساب ديالك، ولكن كنعاود نحطو باش هكا تتعرف راه كاينه واحد التسويبه من عند الاستاذ وكاينه واحد التوجيهات من عند الاستاذ تاخذها بعين الاعتبار. عاوتاني الخميس داكشي اللي كنصيفطو، عاوتاني الجمعه كنحط له التصحيح ديالو مزيان. وبلوس دو سا ان الجروب تنبقى نزيد تمارين من غير الحساب ديالك اللي فيه، كنبقى نزيد دي زابليكاسيون، كنزيد فيديو بروف. يعني دائما الجروب هو واحد الوسيله باش نزيدو. بطبيعه الحال كل ما زدتي التمارين، كل ما زدتي خدمتي اكثر وعندك فيديوهات اكثر، كل ما كتزيد الضبط وكتزيد تطور المستوى ديالك في ماده الرياضيات. استاذ ما كرهتش واحد الخلاصه دابا هادشي كامل اللي قلتيه. عندنا حساب في العرض، عندنا النظام العمل ديال اس اس سي سيرفيس سيري كونترول، لي زابليكاسيون فيديو بروف، هادشي كاين في المنصه. وعندنا الجروب الرسمي ديال العرض، والاستاذ كيتنين والخميس كيعطينا الواجب، والثلاث والجمعه كيعطينا عاوتاني التصحيح. اذا هذا هو البرنامج الشامل ديال العرض، هذا هو البرنامج الشامل ديال العرض. وهذا الشيء كامل كاين في الدعم الجامعي وكاين حتى في الدعم الاضافي. ولا عقلتي الدعم الاضافي باقي فيه جوج ميزات ما كاينش في الدعم الجامعي، نهضر عليهم. قبل ما نهضر عليهم، واش صافي سال العرض؟ لا مازال. هادشي كامل اللي سمعتيه مازال. كاينه مسابقه اللي هي الاولى في المغرب سميتها توب ديسير، اول مسابقه في العروض في المغرب كامل، عرض استاذي معي مسابقه توب ديسير. هذه المسابقه فيها معايير، الى تاهلتي غتدخل لواحد الفريق. المهم التفاصيل ديالها ما نهضرش عليها دابا، يمكن ندير فيديو واحد اخر نهضر على توب ديسير، شي حاجه زوينه بزاف. واخا دابا استاذ هادشي فهمته، ولكن قلتي لي الدعم الاضافي زايده فيه شي حاجه ما كرهتش شي نعرفها. مرحبا. الدعم الاضافي ماشي غزالاف، وغنجاوبكم على هذا ونجاوبكم حتى على حاجه اخرى. هادشي كامل هو اللي تنديرو في العرض. شنو هي الاشياء اللي ما تنديروهاش في العرض؟ خصني حتى هي نهضر عليها صافي. شوف جوج ديال الميزات كاينين في الدعم الاضافي وما كاينش في الدعم الجامعي. الدعم الاضافي لاحظي من التسميه ديالو هو دعم اضافي. كاين بعض التلاميذ وبعض الاباء تيبغيو واحد النوع من الدعم زايد شي شويه. وان كان الدعم الجماعي حنا كنسميوه عرض النخبه، يعني عرض كافي. ولكن كاين اللي كيبغي يزيد، مرحبا. عندك جوج الميزات زايدين في الدعم الاضافي. عندك الميزه الاولى سميتها فيديو تحت الطلب. كاين تلاميذ مثلا تيكون عنده فرض منزلي
وتلقى واحد السؤال صعيب او تكون عنده واحد الاشكال في واحد دوفوار ليبر وما تيعرفلوش او تيوحل فيه، هنا فيديو تحت الطالب كيعالج معاه الاشكال. ماشي كنصحوا له، انا ما تنخرجش التلاميذ، ما كنخرجش تمارين التلاميذ، هذه القضيه ما تنديرهاش. هذه انا نهضر على القضيه ديال شنو ما كنقدموش في العرض باش تكون الامور واضحه خوتي. فيديو تحت الطالب ديك الساعه التلميذ ملي تيوحل في واحد السؤال وكيجي صعيب، فرض منزلي يكون سؤال صعيب ويكون فرض منزلي، هذو الشروط كيصيفطوا لي فوق قيد العمل، كناخذو كنديرو في واحد ليتيكيت خاصه، من بعد كنصور له فيديو كيستافد منه. فيديو تحت الطالب ديالو هو هذا هو دعم اضافي كيستافد منه. ثم الميزه الثانيه هي التيست ديال الواتساب، كل مره في الشهر التلاميذ اللي في الدعم الاضافي كيبغيو يديروا واحد الاختبار راسهم، مثلا فوق ساليتي واحد الدرس اكس ولا ايكغيك ولا زد كتبغي تيستي راسك، هنا الدعم الاضافي كيعطيك هذه الميزه، كنعطيه الاختبار كيخدموا، ملي كيسالي تيقول لي تنعطيه التصحيح ديالو، دائما تصحيح عبر الفيديو. ودابا غادي نختم شنو هي الاشياء اللي ما كنقدموهاش في عرض استاذي معي باش تكون الامور واضحه. كاينين جوج ديال الاشياء، يعني هادشي كامل اللي سمعتي كاين في العرض، ولكن جوج الاشياء اللي ما تيكونوش في العرض لان ما فيهاش مصلحه ديال التلميذ بطبيعه الحال. الحاجه الاولى ما كنخدموش الماط في الواتساب، بمعنى ما كنشرحوش دروس اوديوات عافاك استاذ شرح لي الاريثميتيك في الواتساب، شرح لي فيكتور، لا ما تنديروش طريقه عشوائيه وامبوسيبل انك دير الماط كتشرح بالفيديو بالسبوره بطريقه علميه بالكتابه كيف ما قلت مزيان. الحاجه الثانيه اللي ما كنديروهاش ما كنخرجش التمارين للتلاميذ، عافاك استاذ خرج لي هذه، عافاك استاذ عطاني استاذ فرض منزلي جاوب لي عليها. علاش؟ لان الطريقه كتعطيني واحد التلميذ تيكالي، تلميذ خاصك غير تخرج له باش يجيب نقطه، لا هادشي ما تنديروش وما تنقبلش به نهائيا. اللي تندير العيب والعار، اي حاجه عندك نشرحها لك نفهمها لك بلي ديتاي في السيرفيس في السيري في لي كونترول في لي زابليكاسيون في الفيديوهات ديال الشرح والفيديوهات ديال التصحيح، نشرح لك كل شيء. ولكن باش تقول لي خرج لي وصايب لي ما تنبغيش هاد الطريقه نهائيا. بهاد الطريقه التلميذ كيتحمل المسؤوليه، كيفهم، كيخدم على راسو، كيطور المستوى ديالو. انا هنا باش نعاون، ولا كنتمنى من الشيخ زلاف الاباء والامهات تكون شرحت كل شيء. فيديو شويه طويل ولكن راه فيديو غيستغنيك على كل شيء، يعني ما تنظنش بان يبقى عندك شي سؤال اخر الا تعرف الثمن ديال التسجيل. فوالا هذا هو السؤال اللي غيبقى عندك. ها انت عرفتي التخصص ديالنا مدى ترديد المستويات من السابعه حتى الاولى باك، تنخدموا في منصه وانتيس. التلميذ عنده حساب دابا تلخص، عنده حساب فيه الدروس منظمه، ما تنخدموش بلايفات واتساب انستغرام، تنخدموا داكشي مهيكل منظم. ثم كنخدموا بنظام ديال اس اس سي، شاك كل درس عنده سيرفيس سيري الكونترول لي زابليكاسيون فيديو بروف. من بعد عندنا المجموعه اللي كيكون فيها التواصل وفيها النظام ديال العمل وفيها التواصل مع الاستاذ في اوقات ديال العمل. ثم الدعم الاضافي، الميزات اللي زايدين فيه، فيديو تحت الطلب من غير هادشي كامل اللي سمعتي، ثم الفيديو تحت الطلب، ثم التيست ديال الواتساب اللي تيكون مره في كل شهر. كنتمنى نكون شرحت كل شيء. بغيتو دابا الان تعرفوا الثمن ديال التسجيل، راه المنصه ديالنا لتحت بركوا عليها. الا بغيتو تعرفوا التفاصيل الاخرين دخلوا المنصه، غتلقاو الشرح. ما كاينش غير استاذي معي في وانتيس، كاين عرض ديال استاذي معي وكاين عرض ديال توب فيزيك شيمي الاستاذ المعروف، القناه الحمد لله الاولى في المغرب. دخلوا حتى هو عنده، شوفوا طريقه العمل ديالو. الا كان مازال باك عندكم الامكانيه باش تستافدوا من الباك وتاخذوا جوج عروض بثمن واحد، عرض استاذي معي وعرض طوب فيزيك شيمي، استغلوه حيت الباك ما تيكونش ديما. انا ما عرفتش هاد الوقيته صراحه واش غيكون الباك ولا لا، دخلوا شوفوه وصيفطوا لهم واتساب راه يخليو لكم الثمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.